8 سنين وانا بجمع الكلاوي دي. 8 سنين عماله اجمع الكلاوي عشان اعمل الاكله اللي انتوا شايفينها دي. ما انا جوزي بيحب الكلاوي قوي، وبعدين كل ما اروح للجزار اقول له انا عايزه كلاوي يقول لي لا ما ينفعش اديكي الكلاوي بس ولا اديكي الكبده بس، اديكي حاجات ميكس كده. فقعدت بقى اجمع خروف على خروف على خروف على خروف لحد ما جمعت الكميه اللي انتوا شايفينها دي في 8 سنين. سامحني يا رب على الكدب ده، والله يا جماعه ما جمعتش اي حاجه. كل الحكايه بجد ان انا لما بكون في مصر فعلا الجزارين ما بيرضوش يدوكي اي حاجه انت عايزاها. مثلا لو قلت له عايزه كلاوي بس يرفض، او كبده بس يرفض. لكن لما بكون هنا في قطر عادي بشتري اي حاجه انا عايزاها، ما فيش مشكله. طبعا انا كنت بهزر معاكم في الاول يعني. المهم بقى حطيت عليها توم مفروم زي ما انتوا شفتوا كده، وملح وفلفل وكمون وكزبره ناشفه وبابريكا. وطبعا كنت مقطعه فلفل اخضر حار وعادي شرايح صغيره. شويه زيت حلوين كده لازم يسخنوا كويس جدا جدا جدا. وبعد كده هننزل بالكلاوي عليهم زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. وطبعا الكلاوي بنغسلها بشويه ميه بس قبل ما تتقطع وتتبل. بنشوحها بقى زي ما انتوا شايفين كده. يا ريت بقى تكتبولي بتتابعوني منين، وما تنسوش تحطوا لايك للفيديو لان بجد انتوا بتتفرجوا وبتنسوا تحطوا اللايك، وانا بزعل قوي ان انتوا ما بتتفاعلوش على الفيديو. بحبكم تتفاعلوا، ويا ريت تصلوا على النبي كده عشان كلنا ناخد ثواب. لو تلاحظوا ان انا كنت بقلب الكلاوي كتير قوي، وانا كنت متعمده ده علشان انا كنت عايزاه تنزل ميه. يعني كنت عايزاه تنزل شويه صوص كده علشان تستوى فيهم وما نحطلهاش ميه، لان الكلاوي مش زي الكبده. الكبده بتستوي بسرعه قوي بتشم النار، لكن الكلاوي بتبقى عايزه شويه على النار. فلو ما نزلتش ميتها بنحط لها نص كوبايه ميه كده وتستوي فيها. وبعد كده اخر خطوه خالص بنحط الفلفل الاخضر قبل مثلا ما نطفي عليها مثلا ب5 دقايق او 10 دقايق بالكتير، لو انت حابه مثلا الفلفل ما يبقاش له اثر. لكن انا بحبه يبقى ليه اثر شويه، فبحطه قبلها ب5 دقايق بس. هنا كانت بقى خلاص استوت كده واخدت من بعضها، وبجد كانت منزله صوص حلوه قوي قوي قوي. حطيتها بقى في طبق التقديم زي ما انتوا شايفين كده. وانا بصراحه مش بحبها قوي، بس انا يعني ايه دقتها لقيتها طعمها حلو، لكن انا مش من هواتها اساسا. انا بحب الكبده اكتر بكتير يعني بصراحه. فهو بصراحه كان جنبي دلوقتي وانا عماله كده اخد لقمه كده واديله عشان يدوق ويقول لي ايه رايه. وبجد انبهر بيها وقال لي تحفه جدا، وبجد كان وحشه ان هو ياكلها قوي. وما صدق بقى ان هو راح عشان يجيب لحمه وكده ولقى الكلاوي موجوده، وكان الجزار ذوق جدا وبجد اداله كل الكميه اللي موجوده وقال له لو انت عايز تاني خد ما فيش مشكله. بصراحه التعاملات مع البياعين في مصر يعني بتخليكي يعني تستغربي. يعني ايه اروح لحد واقول له ان انا عايزه سلعه معينه مثلا ويقول لي لا مش هقدر اديكي غير كيلو بس، مش هقدر اديكي مش عارف ايه. طب انا مش عارفه ليه حتى بياعين الخضار ما بيتقبلوش فكره ان انت ممكن تشتري تفاحه، تفاحتين، 3 موزات، اي حاجه من الخضار. يعني ان انت مثلا مش عايزه تشتري منها كميه. ليه الثقافه دي مش موجوده عندنا في مصر؟ بجد اللي حصل معاه مواقف خاصه بالموضوع اللي انا بحكي فيه ده تكتب لنا في الكومنتات. يا رب الفيديو يكون عجبكم. كنت معاكم زينب زياد، والسلام عليكم ورحمه الله.